اهلا بيكم قدام متحف مصطفى كامل، ضريح ومقتنيات وحاجات كتيرة. يلا نكتشفها مع بعض. اول ما بتدخل المتحف بتقابلك القبة اللي تحتيها ضريح مصطفى كامل، ومعاه 3 رموز من رموز الحركة الوطنية. يا ترى مين هم؟ هنعرفهم في اخر الفيديو. على يمين الضريح غرفة بتجمع حكايات مصطفى كامل، من بدلة البشوية لعكازه، من اول طابع بريد لصورة والدته واخواته البنات، لصور حدث دنشواي وجريدة اللواء، لحد لوحته الاخيرة قدام مكتبه الكرسي. وللعلم مصطفى كامل اتعمل له جنازتين، واحدة في 1908 والتانية سنة 1953. وتاني شخصية وطنية يرقد بجوار مصطفى كامل هو الزعيم محمد فريد، رفيق الكفاح ومكمل المسيرة. الشخصية الوطنية الثالثة هو المؤرخ عبد الرحمن الرفعي، اللي وثق تاريخ مصر الحديث بقلمه وكان صوت الحركة الوطنية. ورابع شخصية هو الوزير والمجاهد فتحي رضوان، أول وزير ثقافة، واللي كلفته رئاسة الجمهورية ببناء الضريح وضم رفات العظماء الثلاثة، وكان هو آخر من دفن معه. 4 رجال اتحفروا في ضمير الوطن واتجمعت حكايتهم تحت قبة واحدة. مصطفى كامل أول صوت صح شعبه، محمد فريد الرفيق اللي كمل المشوار، عبد الرحمن الرفعي اللي كاتب التاريخ بحروف من نور، وفتحي رضوان الوزير والمجاهد اللي جمع الرفات وبنى الضريح وكان آخر من ارتاح معاه. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان نقدر نكمل، وقول لنا رأيك في الكومنتات. حابب نتكلم عن مين في الفيديو اللي جاي؟